لا كانت عاديه جدا. لحد سنه 90 في الجيش كانت عاديه جدا. في خلال شهرين 2 لقيتها زي الحجر. عملت لها 3 عمليات جراحيه. خدت بالك صغرت شويه. بس دي يعني مش انا بشيلها بمقص، بشيلها بقصافه، بشيلها باي حاجه. مفيش. هي عايزه بديكير بس. مش انا عايز الكعب يتشاف. مش عارف انا دي مش لاقي لها حل. ريح على وشي ولا ظهري؟ لا على ظهرك عادي. انا عايز الكعب التاني كويس؟ نعم؟ الكعب التاني كويس؟ لا لسه زيه برضه. عملت عمليه؟ في كل رجل 3. طيب درجه الدكتور محمود كان بيشرط مش حاسس بقى. انا حركت رجلي كده بس عشان ايه؟ لما قال لي انك لازم رجلك تتحرك الشيط عشان يقوم. صحيح ايوه، ما هو هتجيب عرض. طيب هنحاول احنا نتعرف كده على الخريطه بتاعت الجلد. اتفضل حضرتك معايا. هنا بحاول ان انا اتعرف على الخريطه بتاع جسم الانسان. عندي هنا الصابع الكبير دون، كل قدم هي مسؤوله عن الاتجاه بتاعها. فعندي القدم الشمال غير القدم اليمين. عندي القدم الشمال عندي هنا المخ الفص الشمال، هنا الفص اليمين المخ. عندي هنا الغده الصنوبريه الدرقيه، هنا القصبه الهوائيه، عندي هنا فقرات الرقبه، عندي هنا العمود الفقري، عندي هنا الاسنان والجيوب الانفيه، والاطراف بتاع الصوابع فوق الدوره الدمويه اعرف ده كانت نشاطه ولا لا، بيلعب رياضه ولا لا. عندي هنا الفك، عندي هنا الكتف، العين والاذن، الرئه. بعد كده عندي هنا القلب، لا هنا القلب، لدرجه ان انت لو حطيت ايدك على قلبك وانا ضاغط دلوقتي حالا هتلاقي ضربات القلب بقت اقوى. تمام؟ حط كده ايدك على قلبك، اول ما تحس بيها قول لي. حاول كده، او هنا او على النبض هنا. هيبقى قلب ورجل. شفت بقى؟ مفيش حاجه برضه لسه حد يتشيك. ايه؟ بص حضرتك كده هتلاقي النبض بقى اقوى. تمام؟ حسيت انت بالنبض شويه؟ بالظبط. طبعا يمكن الدكتور محمود لما يقول لك انا حسيت، انت ممكن تحس بالايحاء. يعني انا ممكن اقول لك انت قلبك دلوقتي هيزيد، تمام؟ انت خلاص انت اديت له اوردر المخ صدقه فبيعلي. بالاضافه طبعا مش عمليه نفسيه، لكن هنا الوتر اللي خاص بالقلب المتصل بالقلب. زمان عملت اضراب بحس بضربات القلب من ساعه قوي. صح كده؟ بعد كده عندي الامعاء الدقيقه، والكعب هو الخاص بالجهاز البولي. نفس القصه في اليمين، بس اليمين فيها البونت اللي خاصه بالكبد. تمام؟ لكن القلب موجوده فين؟ في الشمال، مش موجود في اليمين. طيب نبدا كده نشخص. طبعا شايف انا الخشونه الموجوده هنا اهو. بعض الناس يقول لك بلعب رياضه، اصل بجري او بمشي كتير في الغيط في الحافي والكلام ده كله. بل بالعكس، انا معظم الناس اللي بيجوا لي من بلد فيها ارياف او الكلام ده كله بتلاقيه اكتر صحه. ليه؟ لانه هو من غير ما يحس وهو ماشي حافي في الارض اللي كلها بروز بتعمل عمليه ريفلكسولوجي من غير ما هو يحس. عشان كده يقول لك ايه، انا عندي اكتر ناس صحتها كويسه جدا مين؟ الصعايده والارياف. يقول لك يسن على الحيطه يعني يهداها ما شاء الله. قلت له الله اكبر. وتلاقي في عز الشتاء تلاقي ماسك القصعه وبتاع ولابس المحملات، وانا لو قلعت الجاكيت تلاقينا ثاني يوم عند الدكتور. ليه؟ عنده جهاز المناعه قوي. ممكن ما بياكلش ربع الاكل اللي انت بتاكله ولا القيمه الغذائيه وبرنامج غذائي معين، اكل بسيط جدا، لكن عنده جهاز المناعه ايه يا جماعه؟ قوي جدا، نتيجه ان هو بيمشي حافي. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا في ان احنا ايه؟ نستحفي. كنت حريف الحافي انا ده، ما تشغلش بالك. كان وصل بيهم بعض الصحابه انهم يمشوا غير منتعلين. نعم. ولما لقى الملك اللي هو ملك وماشي حافي وبتاع، فلما ساله قال له على موضوع الرفلكسولوجي يعني، بس مش بنفس المصطلح ده. فامرنا ان احنا هي اسمها كده زي نستحفي. لا دي لا ده شوشنوا. شوشنوا. فهي لا من جهه الخشونه هو خشن. ايوه منطبق على الحديث يعني. طيب هنا طبعا معناه ان اسم حضرتك ايه؟ عبد المعز. استاذ عبد المعز من النوع اللي بيفكر كتير جدا جدا جدا. يعني ايه بيفكر كتير؟ عنده قلق، في توتر، في ستريس. طبعا مش هخش في تفاصيل شخصيه يعني لما احنا نقعد ايه مع بعضين، لكن ممكن وهو نايم جسمه بس اللي بينام، لكن ده ما بينامش. ولذلك بعض الناس اللي يقول لك سافر مارينا وسافر فرنسا، هو بيسافر بس معاه مشاكله، مش بيفصل.
التأكيد ده لازم تفصله، لو ما فصلتوش اللي هيحصل له. طب ودي بقى عرفتها ازاي يا نفس دكتور؟ القصة. ايه لا ازاي دي بقى الخشونه اللي في دي لها الصابع دورة دي؟ تانية خالص. الخشونه اللي في الصابع دي؟ اه الخشونه اللي في الصابع؟ عنده كمان يعني الاسترس اكتر في الفص اليمين اكتر. تمام، هتلاقيه ممكن بينسى بسرعة مثلا. لا انا بنسى كتير. صح؟ تمام. طيب انا بنسى الرؤيه اللي بشوفها. انت حضرتك مدخن؟ لا من 16 سنه مفيش تدخين خالص؟ خالص ولا اي حاجة؟ لا ابدا. طيب انت عندك حساسية على صدرك طب من الدخان؟ عندي صح كده؟ تمام. لا ده دي بالمعتاد. الله اعلم يعني. ماشي لا اصل انا دخلت سليم خرجت بالرب. الحمد لله. المهم يعني البانجو يعمل حساسية. ايه؟ والله ما كانش على عهدي البنك كان حشيش بس. واضح هنا طبعا عندي في الرئه، انا سالته هو مدخن ولا لا، لان انا عندي هنا علامات ان هو كده مدخن. الرئه عندي مش نقيه. فما اعرفش مثلا ممكن المكان اللي هو ساكن فيه في عوادم سيارات جنبيه مصنع، يعني في عارف تلوث، او قاعد مع ناس مدخنين فهو مدخن سلبي. على طول. بالظبط كده، فبيكون مدخن سلبي. فمديني هنا اشاره في القدم ان هو عنده حساسيه من الدخان. الكلام ده كله موبايلات ممنوعه تتقفل بيانات. تمام. طيب انا عندي هنا قلنا ايه الكتف. انا هنا مديني علامات ان في الم عنده في الكتف وماسك الرقبه، فقرات الرقبه. حضرتك بتسوق صح كده؟ المهنه ايه اصلا؟ لا انا شغال في الاوقاف بس بقى العربيه في البيت على طول يعني. تمام. فتحس طبعا ان في الام ابتدت تشد معاك في الكتف ورا. عندي عسر هضم في المعده. عندي طبعا الاملاح عاليه جدا جدا في البول، وعندي على الكلى. في الم في نص الظهر كده وانا نازل لتحت لغايه الديسك. مظبوط الكلام اللي انا بقوله؟ صحيح. تمام. طيب عند الرابعه والخامسه طبعا قصه رابعه خمسه او الكلام ده كله. طيب في حته ما اعرفش هو يعرفها ولا لا. في عنده عين اقوى من عين. مظبوط بالظبط. وعنده هو مشكله في الجيوب الانفيه بس بتظهر اكتر مع البرد. لما تيجي عنده برد بتلاقي الجيوب الانفيه قفلت وضاع والكلام ده. انا شلت التجويف اللي جوه كله. صح. سمعت السمع والكلام. غير كعبك؟ غير كعبك؟ لا ده غير كعب، ده لسه دي بعد الموضوع. صحيح. انت عايش ولا ميت؟ عملت بس هو فعلا بيشتكي. عمل هجام الدكتور، عمل هجام على فكره. ما انا بقول لحضرتك انا والله اول لقاء يعني. هو صحيح واللي شكله يبقى الاخر. فكرتني بحد بيقول انا لي تعاملات مع الجان والكلام ده كله، وكنا في عياده. المهم فانا بقول هم مسمينه شيخ مبروك، لان العياده قعدت وقت مفيش حد دخلها. فناس مستغربه واطباء يعني ناس يعني ما شاء الله على قدر. بلاش رجليه والله. ها والحاجات دي كلها كويس جدا. المهم فبعد كده راح الراجل ده جه، واحد مش عارف يعمل ايه ويعمل ايه قال لهم بس خلاص العياده يا جماعه ايه هتشتغل. فعلا سبحانك يا رب تاني يوم الناس بقت كده ومش ملاحقين. فمن ساعتها هم مؤمنين يمين شمال. المهم فانا جيت وهو اتعرف عليا وكل دقيقه تبص لي كده اهو عادي. انا طب الكبد في حاجه يا دكتور؟ عادي يعني. المهم فبعد كده عمال بشتغل وبتاع. بقول له انت بتعمل ايه؟ قلت له بعمل كذا وكذا وكذا. تعالى اوريك. قال لي توريني ايه؟ قلت له شوف انت عندك ايه؟ قال لي هم هيخلوهم رجال ويمكن لو هم تعبانين انا اقول لك هم عندهم ايه يعني. ايه المشكله؟ ايه الجن هيجي دلوقتي ولا ايه؟ هو حاضر. ايوه. طب الكبد في حاجه كله عسل يعني وعمل حجامه. طبعا الحجامه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. المهم فالراجل جه وبتاع فعمال يقنعني انا مش هعرف يعني اعرف عنده ايه بسبب الجان اللي هو مسخرهم وهو الكلام ده كله. فانا قلت له والله هنجرب. قال لي خلاص نجرب. المهم فانا بمسك ايده رجله هنا. فرحت قلت له ايه ده؟ قال لي ايه؟ قلت له ما اعرفش حاسس كده انها كهرباء. قلت له مش قلت لك؟ قلت له بس انا هحاول. انا بعيش يعني عليه. قلت له ماشي عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا. راح جه قال لي على فكره انت مخاوي. قلت له مخاوي؟ قال لي والجن اللي معاك اطباء. قلت له عرفت منقي ناس طالع عينها 7 سنين في طب وامتياز يعني 70,000 سنه. ما طبعا ده اكيد يعني. فانا طبعا بمناسبه كلمه مخاوي يعني الكسل بقى كتير يا دكتور ولا في ناس لا كسل في الكبد. يعني ايه الكسل ده؟ يعني هتلاقي ضغط الدم ما بيوصلوش بطريقه لكن الكلام ده كله كنت بتلعب رياضه. تمام. بس عندي طبعا التأشيرات الجلد دي بتدل على ان في نقص فيتامينات، منها فيتامين بي المركب وفيتامين اي.
ممكن السلطه الخضراء ما بيهتمش بيها أوي. ابدا. بالظبط كده. الالبان بقى وكل يوم كوبايه اللبن والزبادي والحاجات دي كلها بره تلم مخصص لا فيها بس شويه. بشرب لبن كتير. في معلومه مهمه جدا طبعا دي برك نقولها. طول ما انا عندي عسر هضم في المعده اي اكل صحي الجسم ما بيستفادش منه الا بنسبه 20%. حتى لو باخد انا ما عنديش عسر يا دكتور، انا عندي التهابات في المعده. ما عنديش عسر هضم. يعني هي في مشكله عندي في المعده. التهابات. التهابات في على فكره الجو. انت عندك التهابات يبقى لازم يكون عندك عسر. لازم عسر هضم. لا مفيش عسر. اقول لك حاجه مفيش اختبار، خالص. اقول لك اختبار جميل قوي. كل خياره وبص على البراد. ابن اكلته طبيعي مفيش لا حاجه. اسمع كلامي بقى. كل خياره النهارده وبص على البراد. هتلاقي ملامح الخيار كله نازل دايما. ماشي يا دكتور. بس ماشي. تمام. حاله ثانيه يا دكتور ان شاء الله. لا تحت طب انا ده يا دكتور ده اخره ايه بقى؟ طيب هو دكتور محمود طبعا هيتابع معاك في الحجامه. آه. ممكن يعمل لك جلستين 3 كده. مم. الجوت دون هتلاقي نسبه البول نازل غامق جدا. ده معناه اليوريك اسيد والسموم موجوده في الجسم بتنزل مع البول ومع البراد. غير الجلسه بتاعت حضرتك؟ بعد الجلسات بقى اول جلسه، بعد اول جلسه بالذات بتلاقي الكلام ده بيحصل. انه بيحصل طب الصدر ده عمله طبعا هو تروح جامعه هنا مائيه بس ضغط في اماكن ما معينه كانش منها فيها كده خلاص يا دكتور يعني كانت رجليا يعني انا كنت الاول انت لحد يفضل الجيش. ما كنتش تعمل فيها اي حاجه خالص. طب انا كنت اعمل ما كنتش عارف اقعد منها، دي كانت عامله زي حته حديده مشرشبه كده هنا. والله كان في لو ألم؟ كنت هرج ما كانش عندي الم، بس بقى لما كنت البس الحذاء هي نفسها كانت تقلم رجلي بقى في الحذاء. ايوه. ولما كنت هرج مع واحد صاحبي اعمله كده كنت ممكن اعوره. ايوه. عرفنا كل رجل 3 عمليات مش ممكن من خلال الضغط. العلاج بقى في نفس النقاط اللي انا عرفت منها المشاكل دي هي نفس العلاج بيتعالج منها. بتعمل لها حتى الدكتور بتعمل محمود تحضير لكل حاجه في بقى. الجسم. كل حاجه في الجسم بالنشاط. خلاص امشي حاجه ممكن تشرب. مش هضيف حاجه. تحديد المعتل عدل حكيم هيبقى بره وجوه. خلاص يا خلاص يا جماعه. دكتور ولا لسه؟ لا كده تمام. يلا.